شوفوا الكيلو دي عملنا كميه حلوه ازاي. وايه غير ما لسه خدنا الفطيره 2 بي منها، وخدنا المفرومه 2. الصلاه على النبي حلوه قوي. عملنا من الكيلو دي الحاجات الحلوه دي كلها. وقوموا يلا شطروا كده واعملوا، ما تشتروش كيلو الرواق ب 50 جنيه. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال. هنعمل مع بعض النهارده بقى رقاق العيد، كل عام وانتم طيبين. هنعمل ايه؟ معانا نص كيلو ميه، حطينا عليه معلقه سكر واحده، معلقه سكر واحده. هنحط عليه كمان ربع معلقه ملح، حبه ملح صغيرين. وهندوب معايا كيلو دقيق نخلته، وعليه هو دقيق الخلط لكل الاغراض. هو كيلو دقيق. هنعمل ايه؟ معانا الكيلو دقيق، معانا نص كيلو ميه. هنحط والميه نفض حبه مش مشكله. وهنعجن زي ما بنعجن الفطير مع بعض بالظبط كده، مفيش اكتر من كده، ولا حاطين حاجه زياده تاني ولا اي حاجه. وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ايد النبي قبل ايدي. بسم الله على النبي. هناخد النص كيلو ميه. انا بديكم كميه الميه ديت يا جماعه عشان ايه؟ اللي ما بيعرفش المعايير. يعني انا معاش معايا معلقه بس، عايزه ادوب شويه الملح. بالصلاه على النبي. انا جيت بقى سالت لكم على ايه؟ على الرقاق. لقيته ب 50 جنيه. 50 جنيه ليه يا جماعه؟ ده الدقيق رخص، كيلو دقيق الكوثر جايباه ب 17 جنيه. قالوا لي بقى ب 50 جنيه. انا حطيت الميه كلها اهو. ممكن اعوز برده شويه ميه تاني. ممكن هما دوام اللي عاوزه. امسك بقى طبقي كده، احط فيه لكن ما يبقاش عجين، وانضف طبقي مع العجين كده. ونقول ايه بالصلاه على النبي. انا هعجن العجينه ديت بقى ونديها لكم شويه كده وانا قاعده، عشان انتوا عارفين المشاكل اللي عندي يعني. ونقول ايه؟ هنعمل ايه؟ هنشوف هنعمل قد ايه من الكيلو الدقيق ده ابو 17 جنيه. قد ايه رقاق من ابو 50 جنيه. وعجننا العجينه بتاعتنا، شايفين؟ العجينه بقى لازم تبقى كده، وماهيش ناشفه وماهيش طريه. احنا سيبنا عجينتنا ريحت، وتعالوا بقى نشوف ايه. الصلاه على النبي. شايفين العجينه طريه، ماهيش ناشفه بتلزق ايه، يعني ماهيش اللي هي ايه ناشفه نشفيه. هنمسكها بقى نعملها كده، ونروح مقطعينها بقى ايه، رقاقه صغنونه خالص كده، عشان المساحه عندنا ماهيش كبيره. ونعملها كلها على النظام ده كده اهو. ونحط في الصينيه على دقيق، وهنغطيها بحاجه بلاستيك علشان مش ما يقشفش العجين. اول ما تخلصي تقطيع، انا قطعت بقى من غير ما ارش على وشه، ما حطيتش على دقيق وانا بقطعه. هحط كده عشان ما يلزقش في ايه، في الكيس. والكيس من بتاع التلاجة افتحيه وروحي مقفله عليه على طول بسرعه كده عشان ما يقشفش. نعمل ايه؟ احنا اللي قطعنا الاول نخبزه الاول. هنحط دقيق، هو بقى كل عيشته فيها دقيق. وهناخد نقول 2. احنا هنشتغل بقى شغل ايه الفلاحين زمان بقى، ونعمل رقاق. كانوا بيخبزوا على ايديهم يا جماعه، بالصلاه على النبي. كانوا يحطوا بالثلاثه والاربعه على بعض كده اهو، ويبقططوا. لا الله يرحمك يا امي، والله كانت بتخبز بالاربعه وتخليه زي ارق من اي حاجه تاني. ما كانش في حتى البطاطا ديت شغاله. ونقول بالصلاه على النبي كده ايه، كانوا بيخبزوا الرقاق ده في العياد، في عاشوره، في يقول لك وسع على عيالك في عاشوره بالرقاق. يعملوه في الصلاه على النبي كده. اللي والده كانت لازم يروح لها سبت رقاق من عند اهلها. بديكم معلومات عن زمان يا جماعه، وايام زمان الجميله. يعني لو تحبوا اكلمكم عن زمان ده هقول لكم حاجات حلوه قوي. هو كل عيشته بقى المهم فيه الدقيق. تحط دقيق وتعمله كده اهو. طبعا البساطه بتاعتي دي مزعجه، هتزعجكم يعني. حاول على قدر الامكان ما تزعجكوش بيها. العجينه مريحه ومعجونه كويس، هتفرق معاكي وتبقى زي الفل. شفتي؟ ونسلك ونعمل كده تاني، بيساعدوا بعض في الفرد لما نحط الاتنين على بعض. وهنحط بقى ايه تاني، وهنغبس تاني. شايفين الخطوات دي؟ هي خطوات بتسهل علينا الشغل. شوفوا احنا العجينه كمان لسه ما ريحتش. الصراحه على النار، بدل ما اخبز واحده بواحده هعمل الاتنين مع بعض. شايفين مش لازقه خالص اهي. هنعمل على البوتاجاز كمان، ولا هنصفر وبنبسط الامور لاي حد يا جماعه. ما يخليش يمنع الاستغلال اللي احنا عايشين فيه ده. ايه الكيلو رقاق ب 50 جنيه؟ انت هتجيبي كيلو رقاق بميه وتعمليه. شفتم بقى رقاق ايه؟ اه، وبيروح ويجي في ايدك زي الحلاوه. اه، انا بس هي دي معاكم كده ان انا اقول لكم على الخطوات كده. وهحط لها برده دقيق تاني
هتدي على الوش عشان صغرت، وتحطي وتعملي كده اهو بالصلاة على النبي اهي، وحط لها دقيق وما تخافيش الدقيق هيروح في العجين ولا هيخسرنا حاجه، وهنروح حاطينها تاني دي عليها. هو ده كان الرواق بتخبز على اصله كده في الفلاحين. الواحد بينسى حاجات كتير والله العظيم، بس يعني الذاكره بترجع لنا كل حاجه كده. النشابه بقى انا كان عندي نشابه بس مش لاقياها، بتريحك في الفرد اكتر من دي كمان. نفرد بسرعه بقى. شوف احنا خرجناها بصي ايه، هنولع البوتاجاز بقى وهنعمل. شايفين صوابعي باينه فيها اهي، بصوا صوابعي بصوا عليهم، شايفين حاجه حلوه اهو. ولع الفرن. الصاجه بتاعي السمك على النار والنار متوسطه، هحط عليها صينيه. تعالوا بقى حطيتها على الصينيه، شوفوا الصلاه على النبي اهي. اول ما تلاقيها قبقبت كده اهو، عايزين النار متوسطه، هتروحي عامله ايه، هتروحي تقلبيها. مشكلتي بقى ان انا عشان بصور لكم لو تشوفوني وانا بنطرها على الصينيه حاجه حلوه كده وانا بحطها ايه. الطاوله بالك عليها وسيبيها العمله ديت برضه عايزين مره عشان ايه تعرفوا. عايزين تعملوه طري وهو بقى زي كده، تطلعيه كده اهو تركزي وتحطيه في حاجه على بعضه يفضل طري. عايزه تنشفيه هنسيبه لما يدينا الوان. شوفوا بقى ادتنا النقطه اهي اللي هي بتاعت الرق، بالصلاه على النبي. هتشيليها هتبقى طريه بس هترجع بقى متفرده كده وتسيبيه شويه هينشف. وزي ما قلت لك عايزه طري تطلعي بقى ايه نحطها على بعض. اللهم صل على النبي. يبقوا شويه رق زي العسل. وهنمسح الصينيه كل ما نحط دول عشان الدقيق اللي عليها ما يحرقش اللي اتحط عليه. شايفين بالصلاه على النبي الرقاق قد ايه ماليه الصينيه اللي هي بتاع الاكله اهي. شايفين الرقاقه طالعه رقيقه خالص اللي باينه فيها اهي. شايفين المنظر؟ هنفرده كده اهو ونفرد على اساس ينشف بقى براحته. ايه رايك بقى لما تخلي ريحه البيت بتاعك خبيث؟ شايفين بقى مفردينه ازاي؟ وتعالوا اللهم صل. عايزه اقول لك ان انت كمان ممكن تقلبي الصينيه ما تخليهاش على وشها. طيب كمان هديكوا حقكم يا جماعه. شايفين احلى حاجه بقى انه يعني تخيلوا بقى ان انا اقعد البس هنا واروح البس هنا. تعالوا نشوف. شايفين انت بتشتري العجينه اعملها كده نفضها من الدقيق وتفرد معاكي زياده. شايفين بصوا وشدي فيها كده، شدي فيها كده العجينه عشان نشوف عجينتها حلوه تمشي معاكي زي ما انت عايز. اروح بقى احطها على الصينيه. انا كده اوريكم بقى كل حاجه فيه. يفرد زياده ويبقى رقيق. ده بقى في الاكل يا جماعه احلى من بيجي جاهز. ده بيبقى مبرول، ده بقى كده بيبقى بندق وطعمه حلو في بقك كده عامل كانك بتاكلي فطير. شوفوا ممكن حته تخينه شدها بايدك كده ولا تقلقي. انا اوريكم كده بقى وبعمل اتنين باتنين علشان يفردوا بعض، بيفردوا بعض وبيساعدوا بعض على الفرد. شوفوا انا برميها على الصينيه ازاي كده، وانا بحطها على الصينيه اللي على البوتاجاز بروح ناطرها كده ايه، وروحي لفاها عليها كده اهو اهو، وهتروحي واخداها كده اهو كده اهو، وهتروحي جايه على الصينيه. هتيجي على الصينيه وتروحي جايبه بادئه الحرف كده وحطها عليها وتروحي لفه 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 ومسدها من عليه اهي. شايفين ابسط كل حاجه بسطتها لكم على الاخر اهو، عجين وتبسيط وكله. وكده نقبس واحده بواحده بعمل الاثنين وببقوا رقيقين وجمال. طبعا على النبي شايفين الرخامه باينه من تحت اهي، وبفرك الدقيق وانزله وانفضه وكل حاجه اهو. وانتوا كنتوا شايفين العجينه قد ايه. تعالوا بقى نعمل لكم حاجه حلوه قوي كنا بنعملها زمان واحنا بنخبز. انا عملت اتنين بطلتهم على بعض، سبتهم لازقين في بعض يا دوبك هخليهم كده ايه يعني شايفين يستووا بس ان هم يبقى مش عجين. بدا اللون بتاعهم يعمل. انا عملتهم الاثنين مش واحده بس ليه؟ علشان تبقى ايه مفتحه من بعضها كده ورقيقه. شوفوا هحطها على ايه بقى، حته زبده وشويه ملح فلفل وههرسها ببعضيها. دي اسمها مفروكه، كنا زمان بنعملها واحنا بنخبز. الله يرحمك يا امي. نحطها في وقطعت المفروكه وتعالي بقى شوفي عامله ازاي. دي بقى تاكليها حاجه حلوه بالسمنه الزبده وايه والملح والفلفل الاسود، وكلي بقى حاجه حلوه حلوه بجد. دي كانت اكله مقدسه ليا انا ووالدي الله يرحمه يوم الخميس. ايه رايكم بقى طريقه الفطيره الحلال منه؟ شايفين عامله ازاي؟ حتى عامله ازاي يا جميله يا جميله. اللهم صل على النبي. عامله زي المسمن اللي احنا بنشوفه بتاع اخواتنا العرب اللي نفسي اعمله وبيقولوا لي ايه ودقيق. الدقيق بقول الدقيق اللي احنا عندنا يا جماعه الدقيق الابيض ده بنقول عليه كيلو وزيرو ودقيق ابيض. اما الدقيق الاصفر اللي انتوا بتستعملوه ده هل هو دقيق من الذره ولا دقيق ايه؟ عايزه اعرفه عشان انا نفسي اعمل المسمن بتاعها.
اخواتي العرب يقولوا لي على نوعه لو عارفين يعني، اسمه اللي هو جاي من القمح ولا من الذره. عملنا فطيره مشلتته برقتين، وعملنا المفروكه برقتين، هيبقى كيلو و200 جرام. ايه رايكم بقى في المفروكه بتاعتنا عامله زي ايه؟ تفكركم بايه؟ وعندي ولا الفطيره المشلتته بقى اللهم صل على مقرمشه نفس الوقت مورقه من جوه، هتبقى ايه؟ حاجه حلوه من فوق وتحت، فطيره مشلتته على حق. وتعالوا الرقاق بتاعنا الصلاه على النبي، مفيش لا رقاقه محروقه ولا رقاقه فيها غلطه. وكده ال 17 جنيه عملوا لنا حوالي 60 جنيه، ولا في وحاجه نظيفه بقى، ما انتش عامله حاجه. شايفين منظره جميل ازاي؟ ولا فيهم حروق ولا في شايط، وعامله حاجه على ايدك بقى ببيتك نظيفه وجميله. وادخلوا على الفيديو شوفوا بقى عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. وما تنسوش تشتركوا في اللايك وتدوا دي اشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. ويا رب كده دايما معايا. وشكرا لحبايبي كلهم. وعملنا رقاق العيد بكل عام وانتم طيبين يا رب.